أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض وصفة اقتصادية جدا. بس مش معنى كده إن احنا مش هناكل لحوم، لأ طبعا هناكل فراخ وهناكل مكرونة كمان. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وقبل ما نبتدي الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بوصفاتي الجديدة. عندنا النهاردة كيلو من الأجنحة، هنحضر له محلول تحفة يا جماعة، ينفع لأي أنواع من الطيور. المحلول عبارة عن فلفل أسود حب وليمون وخل وملح ومية على قد كمية الأجنحة اللي عندنا أو على قد كمية الطيور اللي احنا هنحطها فيها يعني. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها وبعدين نحط الأجنحة فيه ونسيبهم شوية لحد ما نحضر الخلطة اللي هنعمل فيها ايه الأجنحة. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا خلى لونهم جميل ازاي. هنسيبهم شوية بس ونحضر بقى الخلطة بتاعة اللي هنسوي فيها الأجنحة. محتاجين بصلاية كبيرة هنقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين، ورق لوري حبهان، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح وزبدة على حسب الرغبة. برضو عايزين الزبدة كتير عايزين الزبدة شوية، انا حاطة هنا 3 معالق كبار بس كده. وفي حلة على النار هنحط المكونات دي كلها مع بعضيها ونبتدي نشوحها حاجة بسيطة مش كتير، لان احنا عايزينها بس تنزل حاجة بسيطة من كل المكونات دي ونحط الأجنحة عليها على طول. بالضبط كده، هنشوحها حاجات بسيطة أوي مش كتير، يعني مش هنسيب البصلة لمّا تحمر. وبعدين هنضيف الأجنحة زي ما أنتم شايفين كده ونقلبها تقلبتين ونغطي كل ده على بعضه ونسيبها تستوي بالبخار بتاع الحلة كده، مش هنحط مَيّة دلوقتي. أول ما تخش في السوا زي ما إحنا شايفين كده وتبتدي خلاص استوت، هنزود لها حبة مَيّة كده يعملوا لنا صوص، عشان ناخد الصوص اللي أنتم شايفينه ده نعمل منه الصلصة بتاعة المكرونة. وعشان نحضّر المكرونة هنعمل نُص كيلو من المكرونة، طبعًا مقدار المكرونة ده على قد أفراد أسرتكم. أنا عاملة النهارده نُص كيلو مكرونة، وعايزين معلقة ملح ومعلقة زيت ومَيّة عشان نسلُق فيها المكرونة. طبعًا اللي مش حابب يحط ملح وزيت ما فيش مشكلة، اللي بيسلقها في مَيّة بس ما فيش مشكلة. هنا في حلة على النار حطينا المَيّة وسِبناها لمّا تغلي، وبعدين هنتبِّل المَيّة نحط الملح والزيت، وبعد ما تغلي زي ما إحنا شايفين كده نحط المكرونة، لإن مش هينفع إن إحنا نحط المكرونة قبل ما المَيّة تغلي. هنحط المكرونة كلّها ونخلّي بالنا وإحنا بنفضّيها عشان ما تطرطش المَيّة علينا، تمام. وبعد ما هنفضّي المكرونة كلّها هنقلّب المكونات دي مع بعضيها، وبعد ما نقلّبها والمكرونة تستوي هننزّلها في مصفى ونسيبها على جنب عقبال ما نعمل الصلصة بتاعة المكرونة زي ما أنتم شايفين. وعندنا هنا نُص كوباية من الصلصة ومعلقة زعتر، ورقة لوري وتوم وزبدة. وهنحط المكونات دي كلها على بعضها معلقة في حلة صغيرة من على النار، الثوم. ولمّا تتسبِّك وتدّينا اللون الأحمر الحلو ده اللي ما فيهوش مَيّة كتير، نسبِّك كل المكونات دي مع بعضيها، هنبتدي نحط الصوص اللي طالع من الأجنحة زي ما أنتم شايفين كده. ده بقى بيدّيها طعم تاني تحفة، جرّبوه وهتعتمدوه مش هتعملوا غيره. الصوص ده بينقل الصلصة لحتّة تانية خالص. وبعد ما نحط الصوص وتبتدي الصلصة تندمج معاه وخلاص اختلط كلّه ببعضه، نبتدي ننزّل المكرونة زي ما أنتم شايفين كده، وهنقلّبها مع الصلصة. ريحتها فظيعة يا جماعة وطعمها روعة، روعة، روعة. الصوص ده بيخلّي طعمها حكاية. هو طبعًا والزعتر واللوري بيضيفوا إضافة للصلصة وللمكرونة حاجة تانية خالص. بس وهنقلّب المكرونة كده مع بعضها بس، وكده تعتبر وصفتنا خلصت. سهلة جدًا، ما خدتش منّي وقت واقتصادية وجميلة وكلنا فيها لحوم وكل حاجة. والطبق زي ما أنتم شايفينه كده. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وهاستنى رأيكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بوصفاتي الجديدة. وفي أمان الله. مع ألف سلامة.